لو خطك وحش فالفيديو ده ليك. يا مستر ده الواد خطه وحش جدا، ده البنت خطها وحش جدا، اعمل ايه؟ الفيديو ده هيخلي الخط يتحول بنسبة 100% ان شاء الله، يبقى كويس جدا. ركز معايا في الفيديو ده. اللي ابنه خطه وحش، اللي بنته خطه وحش، لو انت نفسك خطك وحش في اللغة الانجليزية، جايب لك الحل في 3 خطوات بس. 3 خطوات تعملهم خطك هيبقى 100. اوكي؟ صلى على النبي كده. يلا بينا نبدأ الدرس. طيب، أول خطوة عشان خطك يبقى 100، أول خطوة ركز في أول خطوة، هي إنك تسيب مسافات ما بين الكلمات. يعني مثلا لو كتبت كده، لو لاحظت إن في مسافة ما بين ال3 كلمات، How are you؟ حتى لو حطيت بص صابعين أهو، صابعين أهو، صابعين أهو، يعني في مسافة ما بين ال3 كلمات. يبقى أول خطوة إيه؟ إنك تسيب مسافة ما بين الكلمات. في طالب يعمل لك إزاي؟ يكتب لك الجملة دي إزاي كده؟ بيكتبها كده، بيكتبها كده. إيه ده؟ دي بالنسبة لي كلمة واحدة. دي بالنسبة لي أنا دي كلمة واحدة وليست 3 كلمات. يبقى تفرق على طول. فين هنا؟ فين الكلمة الأولى آخرها فين؟ الكلمة الثانية آخرها فين؟ في أول خطوة كله يعلم ولاده كده إن يسيب مسافة ما بين كل كلمة والتانية، وتكون مسافات متساوية. في واحد تاني يعمل كده، كاتب كل حرف في يمه. لا، المسافة ما بين الكلمات وليس داخل الكلمة الواحدة. الكلمة الواحدة تبقى لازقة في بعضها. تمام؟ يبقى دي أول خطوة. تمام؟ تاني خطوة، يبقى أول خطوة نسيب مسافات. تاني خطوة وأنا بكتب أخلي بالي من التوازي بتاع الحروف. يعني مثلا كلمة زي هاو، بص الواحد الأولاني بتاعها والتاني متوازيين أهو. لو الخط كله مايل هيبقى شكله حلو. بص اهو هاو، شايف الدبليو مايله اهي، ده اسمه توازي. ار اهي، يو اهي، الخط مميل بس حلو. ليه؟ لان في توازي، لان في ايه؟ توازي. حتى لو ميلت خالص كده اهو، كده اهو، كده اهو، هيبقى برضو شكله حلو. ليه؟ لانه متوازي. لانه ايه؟ متوازي. يعني وفي واحد بقى تلاقيه يكتب كده، واحد كده بتاع الاتش وعامل كده، وبعدين ظبط كده، وبعدين عمل كده، وبعدين عمل كده كده. ايه ده؟ لازما الخط يبقى فيه ايه؟ توازي. الحروف كلها متوازيه كده اهي. التوازي، في توازي. يا تكتبه كده مظبوط كده اهو، يا مميل يمين يا مميل شمال. يبقى تاني خطوه ايه؟ هي التوازي. طيب، اخر خطوه، هي المقاسات بتاعه الحروف. ما ينفعش مثلا حرف يبقى نازل عن السطر اعمله فوق السطر، زي حرف كده ده مثلا كلمه جيم. ده الحرف ده اصلا هو المفروض ان الديل بتاع الجي دي نازله لتحت، فما الاقيش واحد بقى عامل لي اصلا الجي كده صغنونه ومطلعها لفوق. يبقى تخلي بالك، وما تلاقيش واحد برضه كاتب حرف كبير وحرف صغير. لا، الحروف كلها بص، لو عملت سطر كده اهو وسطر هنا اهو كده اهو، هتلاقي كل الحروف داخل السطرين. ما الاقيش بقى واحد كاتب كده ايه صغنونه، اي صغنونه، ايه كبيره، ايه ده؟ لا، تخلي بالك من المقاسات بتاعه الحروف. يعني لو عملت شرطه كده، عملت سطرين كده، وكتبت الحروف كلها تبقى لمسه هنا ولمسه هنا، لمسه هنا ولمسه هنا، لمسه هنا ولمسه هنا. اوكي؟ زي كده مثلا اهو، شوف، ده اللي عشان نازل عشان لديل اهو. اهو لو جيت تلاحظ ولا حاجه نزلت عن السطر ولا حاجه طلعت عن السطر. دي اسمها المقاسات. يبقى ملخص الفيديو بتاع النهارده 3 خطوات، لو عملتهم خطك هيبقى 100. مقاسات، مسافات، توازي. قول معايا: مقاسات، مسافات،
توازي. مقاسات يعني نكتب الجمله اللي قلنا عليها مثلا اهو تاني اخر حاجه. نقول مثلا how are you today. how are you today يعني عامل ايه النهارده. مقاسات الاتش كبيره، هي الوحيده اللي كبيره، والتي والدي والباقيين كلهم في النص، ده المقاس مقاسات، والحرفين دول الوحيدين اللي نازلين، ده اسمهم مقاسات. مسافات، مسافات توازي. مقاسات مسافات توازي يديك خط 100 100. مقاسات مسافات توازي يديك خط 100 100. ما تنساش اللايك الجميل وتشير الفيديو عشان المعلومه توصل للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله.